السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معكم عبد الله محمد من قناتكم حياة الريف المصري. والنهاردة عندنا الأرنبة دي والدة. هنشوف طبعا العدد اللي هي والداه، لأن هي والدة عدد قليل دلوقتي مع بعض. هنشوف هي والدة كام، وهنشوف ازاي ان احنا هنجيب لها أرانب تانية من الأرنبة اللي كانت والدة قبل كده، اللي كانت والدة 10 أرانب وأنا مصورها من يومين أو 3. هنشوف ازاي ان احنا هنعمل تبني من الأرنبة ديت للأرنبة ديت، ونشوف الشروط الصحيحة للتبني، عشان طبعا في شوية حاجات صغيرة كده لازم تعملها عشان التبني يكون ناجح وما تخسرش أرانب. لأن طبعا ممكن إن انت تعمل تبني الأرنبة تقوم على عيالها كلك، تحس إن فيهم حاجة غريبة وتفحفر فيهم وتعور فيهم وتعض وتموت منهم أرانب، أو ممكن تهجر الخلفة خالص ومترضاش ترضعها، او ممكن تعرف الارانب الغريبه اللي انت حطيتها وتبدا ان هي تاكلها او تموتها. فطبعا الحاجات دي كلها يا جماعه لازم نعمل حسابها. هنشوف طبعا الام مع بعض، هنقفل كده زي ما عودناكم الاول، وهنشوف طبعا الخلفه بتاعتها. طبعا والده 4 ارانب وهم مفيش غيرهم. ارنب بابيون اهو، وواحد كمان ابيض، وواحد بابيون، وواحد اسمر. لا، والده 5 2 سم، 1 2 3 4 5. طيب بالنسبة للحجم يا جماعة لازم نراعي إن ال5 أرانب دول حجمهم كبير جدا. طيب هنعمل إيه في موضوع التبني؟ لأن إحنا لو جبنا أرانب من هناك آه، حجمها صغير مش هتنفع مع الأرانب دي، ممكن إن هي تعرفها، وممكن إن هي كمان مش هتلحق ترضع، لأن الأرانب دي حجمها كبير عن الأرانب التانية اللي هم ال10. طيب هنعمل إيه؟ هننقي أكبر أرانب في المجموعة دي. دول ال10 أرانب هم، هننقي اكبر ارانب فيهم. بس طبعا هنقفل على الارنبه برضو الاول. طبعا رحت جبت كمان ابلكاشه اهيت، غير اللي عندي، غير اللي انا سادد بيها ديت، غير اللي انا سادد بيها الارانب دي عشان نسد بيها هنا اهو، عشان الام دي برضو ما تشوفش احنا عملنا ايه، ولا التانية تشوف احنا عملنا ايه. بسم الله ما شاء الله يا جماعه. دول برضو ال10 ارانب هم، عشان مولودين من قبل التانيين بشويه، فحجمهم بدا ان هو حجمهم كبير برضه اهو. فهنشوف الاكبر حجم فيهم. بسم الله ما شاء الله، الارنب ده هو مناسب للحجم ده، وهنحط اهو على ال5 اللي موجودين هنا. ادي واحد كده، دول بقوا 6 والتانيين بقوا 9. هنجيب كمان واحد اهو، نجي واحد كبير برضو، الابيض ده حجمه كبير برضو كده. دول بقوا 7 ودول بقوا 8. نشوفهم برضو هم. ادي 1 2 3 4 5 6 7. اهو يا جماعة، في هنا واحد ميت برضه عايز يترمي. التامن اهو، كويس ان احنا شفناه. يعني دي تحت كده على ما نخلص الفيديو. يبقى ال10 كده مات منهم واحد، وخدنا منهم خدنا منهم 2 حطيناهم عند ال5 بقوا 7، وفاضل هنا 7 هم. يبقى كده كل واحدة عندها 7. ده اللي احنا بنعمله يا جماعة عشان ان احنا نقدر نستفاد من لبن الأم، ونقدر ان احنا نحافظ على الخلفة ديت. لأن طبعا الأرنبة اللي ولدت دي النهاردة لو كانت والدة امبارح أو أول امبارح، ممكن كنا لحقنا الأرنب اللي مات ده. لأن طبعا هو في وسط 10 أرانب، فالأم بتخش ترضع مش شايفة هي بتدوس على إيه، ومش شايفة هي بترضع إيه. فطبعا الأرانب يا جماعة بيتنطر منهم أرانب وبيموت منهم أرانب. فدول 7 هم، بسم الله ما شاء الله. هتبدأ إن هي طبعا اللبن اللي كانوا بيرضعوا 10 هيرضعوا 7. فطبعا ده شيء هيخليهم كويسين. والتانيين طبعا عندهم طبعا الأم بتاعتهم كانت والدة 6، أصبح إن هي عندها دلوقتي برضو جبنا لها أرنبين بقى عندها 7 اهي. بسم الله ما شاء الله، حجمهم كويس ومناسب لبعض. طيب احنا خدنا كده الأرانب دول حطيناهم ودول حطيناهم، ونجينا زي ما قلنا، راعينا إن الحجم بتاع الأرانب يكون مناسب. يعني لو الأرنبة اللي هي والدة جديد دي كانت والدة أحجام صغيرة، كنا جبنا أصغر حاجة، يعني نجيب المناسب للحجم بتاعها بتاع الأرانب اللي عندنا. هنفتح طبعا للام اللي احنا خدنا من عندها دي تمام، مش هنقفل عليها، ودي هنسيبها مقفول عليها. اللي احنا الام اللي احنا حطينا عندها اللي هي اللي كانت والده عدد صغير وحطينا عندها الارانب، هنسيب البتاع ده مقفول. الابلكاشه هنسيبها مقفوله لمده 10 دقائق او ربع ساعه. بس ما ننساش طبعا عشان الخلفه ما تموتش من الجوع،
نسيبها مدة 10 دقايق أو ربع ساعة عشان الخلفة الريحة بتاعتها تاخد من بعضها، فما تبدأش إن هي تعرفهم أو تحس إن في حاجة غريبة. لأن لو فتحنا دلوقتي هي طبعا شايفانا بنروح عند الأرانب بتاعتها، وأول ما بنفتح بتخش تطمن عليهم، فساعة ما تخش هتحس إن في حاجة غريبة وتحس إن في ريحة غريبة ممكن تعرف الأرانب. فطبعا هنسيب الباب مقفول لمدة 10 دقايق ولا ربع ساعة، وبعد كده إن شاء الله هنبقى نفتح، مفيش أي مشاكل، وهترضعهم عادي وتعتني بيهم عادي. بكده طبعا بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو الفيديو عجبك اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة لو انت لسه مش مشترك، وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.